جاب بعضه وجه زياره وكلم صحابه وهو لسه في مصر، فرشوا له الارض طحينه، ولما جه هنا تيجوا نشوف. يلا بينا نشوف. بس يا عم دي كل القصه وكل الحكايه. يا عم ما تحملش هم، هتتحل من عند ربنا. هو الشاب اللي قاعد ده ماله قاعد كده ليه؟ ايه ده بقى؟ ده شكل الدنيا جايه عليه على الاخر. تعال نشوف ماله. تعال. يلا يا صاحبي. يلا يا نجم يا وحش، مالك قاعد كده ليه؟ عامل ايه؟ مفيش حاجه. مالك اتخضيت ليه؟ ما تقلقش. مالك حاسك كده انك انت شايل هموم الدنيا كلها وهو قاعد. إيه بقى؟ مفيش والله، جانا مشاكل الحياه ما انتوا عارفين يعني. مشاكل الحياه ايه اللي دار؟ مالك القعده نفسها غريبه. مفيش والله يعني. بس القعده لفتت نظري. كنت جاي، انتوا زي اخواتي يعني. المصريين اللي بعدهم، انتوا مصريين صح؟ يا عم احنا كلنا اخوات. والله كنت جاي على ناس المفروض ان هو اصحابي، ف فرشوا البحر طحينه وتعالى، وسبت شغلي وبيتي في كل حاجه وجيت هنا. اللي سمعته غير اللي شفته خالص. يعني انت اصلا جاي زياره بتدور على شغل؟ بقالي شهر ونص اهو، لسه في 15 يوم. طيب بص، هو الموضوع كله في الاول وفي الاخر المفروض انت ما تعتمدش على حد، الاعتماد بيبقى على ربنا سبحانه وتعالى ثم نفسك، وبعدين صحابك دول ما انت ما تضمنش برضه ظروفهم ايه، فما ترميش اللوم على الناس. والموضوع بقى قعدك وحزنك وتكتفتك دي عمره ما هيحل معاك. حاول تسعى وتجتهد وان شاء الله ربنا هيكرمك. وخلي دايما اعتمادك على ربنا، يعني ربنا بيقول أكيد. وان يسأل الانسان الا ما سعى. طول ما انت بتسعى وبتعمل اللي عليك هتشوف النتائج. ممكن يعني لو انت بتدور على شغل ما تعتمدش على حد، في برامج توظيف، في لينكد ان، في مورجان، في انديد، في دوبزل، في الكلام ده كله. حاول انت تخش، محدش هيزقك ومحدش هيدفعك في حاجه طول ما انت قاعد وثابت. والله ما حد هينفعك، لازم انت اللي تتحرك، ولازم تبقى حرك كده وتجري على لقمه عيشك واسعى. وزي ما الراجل ما قال لك، ربنا ما بيضيعش ثواب الحمد حق، ما لله. بيضيعش سعي حد ورزق حد. ربنا الحمد يوفقك لله، انا ويصلح حالك. بشكركم جدا والله يا رجاله، ربنا يحفظكم. ربنا يوفقك. ربنا يحفظكم. حبيبي.